ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده كده فيديو كده هنتكلم مع بعض كده، هحكي لكم قصه كده حصلت في الشرقيه. قصه بصراحه غريبه جدا 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 يعني. حزينه وفي نفس الوقت فيها قصه وعبره يعني. من اغرب القصص اللي ممكن بجد تسمعوها، يعني قصه غريبه جدا جدا. انا حزينه عليها جدا جدا يعني. لما سمعت بيها بصراحة قلت لازم اعمل معاكم فيديو ونتكلم مع بعض، وتشاركوا كده في الكومنتات كده بجد الغلط فين بالظبط، والقصة دي اخرتها يعني. يعني الغلط كان من مين؟ كان من البنت ولا من الام ولا من الشاب ولا من مين بالظبط؟ الاول كده اعملوا كده كوباية الشاي بتاعتكم كده، حاجة تدفيكوا كده، ولا هوت شوكليت بتاعكم، اعملوا اي حاجة، ان شاء الله كوباية ينسون. آه عمل وصفة حلوة قوي، ينسون كده مع النعناع. اللي بيخاف بقى من الحلبة بقى، بيحب الحلبة جدا وبيخاف من الحلبة بصراحة يعني. في ناس بتحبها قوي بس بيخافوا منها علشان بتعمل ريحة وكده. فعايزة اقول لكم استخدموا معاها عود واحد بس من النعناع، بيطير خالص. وهدوا كده ذهنكم خالص، وتعالوا نتكلم مع بعض كده، نحكي مع بعض النهاردة القصة دي. نشارك بعض. القصة دي حصلت في الشرقية فهنشاركها مع بعض. يلا استعدوا كده ونسمي بقى بسم الله، وندخل كده في الفيديو على طول. هنتكلم بقى مع بعض كده. عايزه اقول لكم حصل في الشرقيه ان اتنين اخوات اتجوزوا. اتنين اخوات يعني اتنين اخوات زي خدوا بدل كده، يعني اتنين اخوات اخدوا اتنين اخوات. فطبعا عاشوا في عيله وكانوا عايشين مع بعض، واكل وشرب كل حاجه، وكانوا عايشين عيشه كويسه جدا بحب ومحبه مع بعض، وما كانش فيه مشاكل خالص خالص. فالاخين دول كل واحد، حد خلف ولد وفي حد خلف بنت. فالبنات البنت والولد بقى فضلوا بقى ولاد عم بقى في بيت واحد وكده. فالولد اعجب بالبنت جدا. البنت كانت جميلة يعني، كانت ما شاء الله، كانت جميلة. بس الجمال ما كانش ابدا ابدا ابدا. عمر الجمال ما يتقاس يعني، نقيس الجمال بالوش بصراحة. لا، احنا الجمال ده بيتقاس بحاجات كتيرة جدا. بس الولد هنا اعجب بيها، ولما اعجب بالبنت فبصراحة يعني اخد الطريق الغلط بصراحة. يعني هو اخد الطريق الغلط، عشم البنت بقى ان هو خلاص انا بحبك وانا عايزك احنا هنتجوز بس نكبر شوية وبتاع. فالولد والبنت عملوا علاقة مع بعض. فمن هنا بقى فضلوا بقى يعملوا بقى يعني يمارسوا الحاجة دي اكتر من مرة. فالبنت جت في يوم وحملت. فلما حملت قالت لابن عمها ده انا حامل. فهو بقى اول لما قالت له كده، فهو بصراحة خلاص قال لها انا مين اللي قالك ان انا عايزك؟ انا مين اللي قال ان اللي في بطنك ده مني؟ انا ما يمكن من حد تاني. انتي سبتي نفسك، ممكن تكوني سبتي نفسك لاي حد تاني. فبصراحة البنت بعد ذهول وبعد يعني زعق، يعني حزنت جدا ان هو ازاي انا امنتك على نفسي وانت في الاخر تعمل معايا كده. فالبنت بصراحة مش عارفة تعمل ايه. راحت لوالدتها، حكت لها على كل اللي حصل. طبعا مامتها علشان هم ارياف وكده، لو حكت لوالدها كان ممكن يعمل جريمة، يرتكب جريمة، يخلص على الولد يخلص على البنت، كان هيرتكب جريمة يعني في البيت. فهي خافت بصراحة. فعملت ايه الام؟ راحت بقى لاختها، قالت لها انا عايزه اجوز بنتي لابنك، وانا مش هنلاقي احسن منكم، وانا جايه اخطبها لابنك. تمام. بس انت كده بتغشي يعني. هي اصلا دخلت غشت اختها. يعني انت بنتك حامل ورايحه لاختك خالص ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه عشان تتقدمي لابنها. فانت دخلتي اساسا غلط، غشيتي اختك. فين الامانه طيب؟ فالمهم من هنا وهنا خطبوا الولاد. وبعد لما خطبوهم لبعض، البنت بقى جت لوالدتها عايزه تسرع في الجوازه. طيب عايزين نجوزهم بسرعه، مش عايزينهم يفضل الموضوع يطول وبتاع. فالمهم انا هساعدكم بس من غير ما تجيبوا سيره، ولا من غير ما تجيبوا ابدا ابدا تقولوا ان انا اديتكم فلوس ولا اديتكم اي حاجه. فساعدتهم بفلوس كتير ان هم يعني الجواز وكده، يسرعوا في الجواز. اختها بقى اخده الموضوع ده، ان اختي مثلا حابه بقى ان احنا نتجوز بسرعه وبتاع. فاخده الموضوع بحب وكده، وان اختي بتحبنا، عايزه ابني لبنتها، فدي حاجه كويسه. ادت الامان واتجوزوا، بالفعل اتجوزوا.
وسرعت، راحت للدكتورة اللي هي بنتها بتتابع معاها، قالت لها مش عايزة تجيب سيرة خالص خالص قدام، يعني قدام جوزها، هي ان هي حامل من امتى. هي كانت بقالها شهرين، فانا مش عايزاكي خالص تجيبي سيرة هي حامل بقالها قد ايه. فطبعا ده تاني غلطة غش. فطبعا جوزها بقى يروح معاها حامل، يعني احنا اتجوزنا طبيعي وحامل وكده. فجم بعد كده عايشين مع بعض، وجم بقى بعد كده عايشين مع بعض والدنيا جميلة ومفيش اي حاجة. اجا بقى ابن عمها بعد كده، اتصل بيها بقى وقال لها انا عايزني، وتزعق له انا خلاص عايشة حياتي، ابعد عني، انت سبتني وانا في المحنة، انا دلوقتي عايشة حياتي وخلاص، عايزة اعيش مع جوزي وخلاص. قال لها لا، انا هفضحك لو مش جيتي، انا هعمل مشاكل، انا هسوي. هي خافت فراحت قابلته بيت اهلها، فراحت قابلته فعلا بالفعل، ومع الاسف الشديد عملوا علاقة مع بعض. فبعد ما عملوا علاقة مرة واتنين وتلاتة، بعد كده بيتصل بيها عشان تروح، تقول له انا مش عارفة اجي، انا مش هعرف اجي النهاردة، مش عارفة ايه، بيصر عليها تروح تيجي وبتاع. ففي الاخر هو اللي آه، راح لها البيت بعد لما هي قالت لجوزها انا هروح بيت اهلي. قال لها لا، مش هينفع كل يوم، كل يومين، لا، انتي ليكي مرة ولا مرتين في الاسبوع، مرة ولا مرتين كل اسبوع ولا اسبوعين مثلا، ولكن اهلك يجوا كل يوم على عيني وعلى راسي، ولكن انتي مش هتروحي كل يوم، ودي حاجة من حقه يعني. فعلشان كده ابن عمها اللي هو طبعا تركها، وما فيش حاجة اسمها حب ولا الكلام ده كله، ما صنش اساسا لحم ولا اي حاجة. راح لها على البيت هناك، كانوا مع بعض مع الاسف الشديد، وجوزها كان في الشغل، رجع من الشغل لقاهم مع بعض في وضع صعب جدا بصراحة. فهم عملوا ايه؟ تخلصوا من الزوج يا عيني، خلصوا عليه وتخلصوا منه. وهنا كانت الكارثة. قال لها احنا عايزين اكياس كبيرة علشان نحط فيها زوجك وكده، وناخده ونحطه في اي مكان. فهي مش عارفين يتصرفوا ولا يعملوا ايه. فبعد كده اتصلت على والدتها وجابتها وقالت لها ده اللي حصل، حكت لها على كل حاجة. فقالت لها طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ البيت كان فاضي، فاخدوا زوجها وهو متوفي، او هم مخلصين عليه، خدوه. بعد كده نزلوه في يعني بصوا عندي كده، انا اسفة، يعني في الزريبة دي بيكون مكان كده، في المكان اللي بيعرفوا فيه الجاموس بقى والبار والحاجات دي. فاخدوها هناك وحطوه كده في الارض وسابوه، وقالوا احنا هنفك خالص البار والجاموس والحاجات دي، هم بقى ارياف وكده، فهنفكهم وهنسيبهم رايحين جايين عليه رايحين جايين عليه رايحين جايين عليه، ويظهر الصبح ان هو ايه، ان ده طبيعي، يعني ان ده حاجة طبيعية. ان هو كان تحت بيشوف المواشي وكده والبار والحاجات دي، وبيعلفها كده بيشوف طلباتهم. وبعد كده هم انفكوا، وبعد كده هجموا عليه وخلصوا عليه، وتظهر كل حاجة طبيعي. فعلا بالفعل عملوا كده، والخطة بتاعتهم كانت ناجحة وكل حاجة وماشية في طريقها وكل حاجة. جت الصبح بقى راحت وفضلت بقى تصرخ 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 على اساس ان الموضوع حصل، ما هو محدش يعرف خالص. فبعد كده جم بقى الشرطة جت بقى وكله جت، واهل البلد كلهم اتقلبوا هناك، وده وده جم. فبصراحة الشرطة شكت ان في حاجة غلط، ان في حاجة غلط. مين اللي فك دول؟ هم شكوا في شغلهم. ف بعد كده جابت بقى الزوجة بقى، وجابت ابن عمها، وجابت والدتها، وجابت كل دول، وطبعا اعترفوا. وبالفعل بالفعل بالفعل الآن هم تحت التحقيقات وكده. والله انا حزينة جدا، حزينة 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 يا بنات. يعني القصة بصراحة مؤثرة جدا، وفيها حاجات كتيرة جدا غلط، ومن اولها خالص كانت غلط يعني بصراحة. يعني ليه حد يوثق في حد قوي كده؟ وليه تعملوا لا ده كله، ليه ده كله؟ لو جيت تبصوا من الموضوع من الاول خالص، انا شايفة ان الغلط كله من الاول خالص
طبعا في التربية، وخلينا اقول ماشي التربية مثلا، مش عارفة والله ما عارفة، في حاجات كتيرة جدا 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 جوه الواحد، بس الواحد مش عارف يقول ايه او يسيب ايه ويقول. الموضوع كبير، الموضوع كبير خالص يا بنات، يعني تيجوا تفكروا فيها كده تلاقوا الموضوع ملخبط خالص. فبصراحة يعني لا بجد البنات بقى تحافظ على نفسها. مفيش حاجة اسمها مش عارفة اقول لكم مفيش حب، والله في كل حاجة، ولكن في بقى في خوف من ربنا. لازم نحط ربنا قدامنا في كل حاجة، لازم. انت عايزني الباب من الباب مفتوح، تعالى. يعني انا ليا بيت، ليا اهل. يعني بلاش موضوع حب والكلام ده كله، ونيجي في الاخر نمسك لبعض زي ما هو ماسك لها كده، فضل يتصل بيها ويقول لها انا هفضحك انا هفضحك، فهي خافت. الموضوع كله من الاول كان غلط في غلط في غلط في غلط. فاللهم احفظنا يا رب ويسترها علينا وعلى اولادنا. بس انا بقول بس رسالة للبنات: حافظوا على نفسكم، حافظوا على نفسكم، خافوا على يعني كل اللي بنت تخاف على اهلها. يعني باباكي ومامتك يعني بصراحة تعبوا عليكي، تعبوا. حتى الولد كمان، الولد النهاردة يتخاف عليه زي البنت والله. بس البعد عن ربنا، احنا بعدنا عن ربنا جدا جدا. احنا بقينا اولادنا سايبينهم للموبايلات 24 ساعة. لا يا جماعة، حاولوا تقربوا من اولادكم كتير، حاولوا بصوا زي ما ربنا قال، حاولوا تبعدوهم، يعني ابعدوا. خلوا في دايما مسافة، دايما خوفوا كده اولادكم في ربنا دايما. احنا مش معاكم طول الوقت، ولكن ربنا موجود، ربنا شايفكم، ربنا هو اللي الرقيب عليكم، ربنا رقيب على الولد وعلى البنت دايما كده. وصوهم التوصيات دي عشان ربنا يسترها معاهم ويحفظهم، عشان ما يحصلش حادث تاني او تالت او عاشر، لان بيحصل حاجات دي كتيرة جدا، وسمعنا عنها بصراحة كتيرة جدا جدا قبل كده. سمعنا عن حاجات زي كده ومشابهة لكده كتيرة جدا يعني بصراحة. آه لا، حافظوا على نفسكم، البنات تحافظ على نفسها جدا جدا. الامهات دايما راقبوا اولادكم، ما فيهاش اي حاجه. احنا بندي الامان وكل حاجه، بس لازم يكون في مراقبه في البيت، لازم نراقب ولادنا. دول امانه عندنا، فلازم نحافظ عليها عشان ربنا بس يبارك لنا وولادنا دول اللي هنتسال عليهم. وبلاش بلاش الغدر بصراحة، بلاش نكبر ولادنا على الغدر وعلى الطعن بلاش الحاجات دي كلها مؤذية جدا، وما بتعملش اي حاجة غير الأذية والفساد، وبتربي على جيل مش كويس، بيطلع مش كويس خالص. فخافوا على أولادكم، وربنا يحفظهم ويبارك لكم فيهم يا رب، ويخليكم ليهم ويحفظهم ليكم ويحفظكم انتوا كمان ليهم. واتمنى بس ان شاء الله القصة كده بس انا عارفة ان هي محزنة وزعلتكم جدا جدا، زي ما انا بصراحة لما عرفتها حزنت جدا جدا وزعلت عليها قوي قوي. حاولوا كده تشاركونا كده آراءكم كده في التعليقات، اكتبوا كده الغلط كان فين بالظبط، يعني في البنت ولا في الولد ولا في الأم اللي سكتت وفكرت إن هي كده بتسطر، تقوم تروح لأختها وتعمل ده كله، وفي الآخر ابن أختها راح. حياة يعني أسر كتير اتدمرت من ورا تفكير كله عميق، كله تفكير غلط في غلط في غلط. انا من رأيي كان المفروض كان الموضوع يتلم خالص من الاول وكان الموضوع يبقى فيه تفكير كبار كده ويتدخلوا في الموضوع. فربنا يسترها يا رب ويحفظ الجميع يا رب، ويبارك لكم في أولادكم ويحفظهم لكم يا رب، وخليهم ليكم يا رب، اللهم آمين. وشاركونا كده في التعليقات وقولوا لنا حابين نتكلم في ايه. لو في قصص كده معينة اكتبوا لنا كده في التعليقات، وان شاء الله نتكلم فيها مع بعض وناخد وندي مع بعض. واللي عنده حاجة ينصح التاني، يمكن عل وعسى يا رب يكون كلمة واحدة، كلمة واحدة تغير حياة بني آدم. وانا كنت فرحانه قوي، مبسوطه جدا جدا ان انا معاكم النهارده. وحشتوني جدا بصراحه، وكان نفسي قوي قوي اشارككم كده، نطلع كده مع بعض ونتكلم كده في مواضيع. فان شاء الله اتمنى ان شاء الله باذن الله بيكون النهارده الموضوع فيه زي عظه، او فيه زي يعني ناخد بالنا. انا اسفه جدا جدا لو طولت عليكم، انا بحبكم جدا جدا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، بحبكم في الله، مع السلامة.